في تونس فرع تنظيم الإخوان هناك والمعروف باسم حركة النهضة يزاحم على السلطة ويشارك فيها منذ 10 سنوات. ولأجل هذه السلطة تعيش تونس أزمة اقتصادية خانقة نتيجة السياسات الكارثية لهذا الحزب الإخواني في السلطة. فالنهضة غير مستعدة للتراجع أو التنازل عن أحلامها في التفرد بحكم تونس ورهن البلاد لمحاور خارجية باتت مكشوفة للشعب التونسي. وفي ليبيا أدت سياسة الإخوان وحلفائهم من الميليشيات الخارجة عن القانون إلى تقسيم البلاد والدخول في حروب عبثية، وأصبح الشعب يئن تحت ظروف معيشية صعبة تحت حكم الميليشيات المسلحة والمرتزقة الذين جلبوا من الخارج من دول تدعم المشروع الإخواني، مما أدى إلى نشوب حرب مع الجيش الشرعي لأعوام، لأن الإخوان لا يريدون إلا السلطة ولو على حساب وحدة البلاد وسفك الدماء. وفي الجزائر محاولة مستميتة من الإخوان للركوب على حراك الجزائريين وقطف ثماره، وترقب محموم للانتخابات القادمة التي يحلم فرع التنظيم هناك بأن تكون لصالحهم نحو ما يشتهونه كرسي الحكم، ولو بادعاء أنهم يمثلون مطالب الناس في الحرية والعدالة. أما في المغرب فهم في حكومة يديرونها عبر حزبهم العدالة والتنمية منذ سنوات دون أن يتمكنوا من تقديم برامج واقعية تقنع المغاربة بأنهم مؤهلون للتقدم بالاقتصاد والحياة السياسية. فلماذا كل هذا التركيز من جماعة الإخوان على بلاد المغرب العربي وشمال أفريقيا؟ الحقيقة أن الجماعة تشتهي السلطة في أي مكان، ولأجلها وطوال عقود سلكت كل الطرق التي من الممكن أن تؤدي بها لكرسي الحكم، ونجحت مرات وفشلت مرات كثيرة. لكن في الحالتين كانت الفاتورة باهظة على الدولة والشعب الذي يستهدف التنظيم حكمه. وخلال تلك العقود والتجارب تنبهت دول عديدة لما يريده التنظيم وأذرعه، والذي لطالما تاجر في الشعارات الدينية من أجل مصالحه، فحوربوا في سوريا ثمانينيات القرن الماضي، وفتح لهم الخليج قلبه في الخمسينيات والستينيات قبل أن يعود ليغلق أبوابه في وجههم بعد انكشافهم. وفي مصر حيث الحكاية الأطول تصارعت الجماعة مع السلطة لعقود وتغاضت عنها في عدة مراحل، وواجهت مخططاتها في مراحل أخرى لتتولد عن هذا التنظيم الإخواني تنظيمات إرهابية، ودبرت عمليات تفجير وخططا للانقلاب في أكثر من بلد، وركب التنظيم حراكات شعبية، فكان له وصول مؤقت بمصر مثلا قبل أن ينقلب عليهم الشعب المصري. كذلك في السودان 30 عاما من النجاح بتحقيق هدف السلطة أثناء حكم البشير، ومقابل هذا النجاح كان الفشل بإدارة البلاد، فبات السودان سودانين، وعانى الشعب الذي يمتلك النيل والأراضي الزراعية من الجوع، وتحارب أبناء الشعب الواحد، ووصل الأمر حد بيع جزء من البلاد للأتراك، فخرج الشعب لدحر الجماعة من السلطة على أمل بناء سودان جديد، بعد أن كانت دول المشرق العربي قد أتمت دحر الإخوان من السلطة بعد انكشافهم وتحجيمهم. ولم يتبقى للجماعة من بلاد العرب سوى بلاد شمال أفريقيا ليضع التنظيم في هذه البلاد كل ثقله، لا سيما بعد تولي حزبهم في المغرب العدالة والتنمية مقاليد الحكم، تجربة أغرت الجماعة على قدرتهم بالنجاح بباقي البلاد المغاربية. ففي تونس تأبى حركة النهضة التنازل عن الطموح حتى بعد اشتداد أزمة الاقتصاد. كذلك في ليبيا التي مزقتها الفرقة والتناحر الأهلي استدعوا لأجل معركتهم على السلطة أطرافا أجنبية، تحديدا عرابتهم تركيا، ووعدوها بنفط البلاد ورزق العباد لقاء تأمين بقائهم في الحكم غرب أرض الليبيين. وحتى بعد المصالحة ما يزالون مستمرين بوضع العراقيل. وإلى الجارة الجزائر حيث تحضر الحكومة حزبا خرج من عباءتهم، فتخرج لها أحزاب أخرى تتشوق لخوض الانتخابات القادمة
القطار الذي يقطع الإخوان فيه تذكرة ذهاب بلا عودة، حيث يمنون أنفسهم بالوصول للسلطة التي لن يغادروها، لتصبح البلاد المغاربية حاليا مراكز تركيز النظام الدولي للإخوان وأملهم الأخير بحكم أراضي العرب. فهل ينجحون أم ينجح نضال الناس في كشف ألاعيبهم؟